السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض نوع من انواع الفطائر سهلة وجميلة جدا. هنحشيها بالجبنة، حاجة كده اللهم بارك روعة. عايزة اقولك هشة جدا، اسفنجية فوق ما تتخيلي. طريقتها سهلة وبسيطة، مكوناتها اقتصادية، موجودة في كل بيت. بحبة مية ودقيق هنعمل الجمال اللي انت شايفاه ده كله. شايفة التسوية ما شاء الله اللهم بارك رهيبة. يلا بينا على الفيديو نشوف المقادير وطريقة التحضير. هنحتاج لكوباية ونص من المية. المية طبعا دي دافية يا بنات عشان تنشط الخميرة معايا. وكمان هضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنضيف معلقتين من السكر. اتمنى منك لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. خلاص كده بعد ما ضفت معلقتين السكر هنقلب كويس جدا لحد ما ندوب السكر والخميرة. بعد السكر مدام نزلت بكيس من حليب البودر او لبن نيدو عشان بس نعزز الطعم وبيخلي العجينة كمان طعمها جميل جدا. هقلب كده كويس جدا. ودلوقتي عندي تلت كوباية زيت، هضيف نصها كده في الاول وهخلي النص لاخر العجين. خلاص كده دوبت السكر والخميرة كويس جدا. لو انت مش متأكدة من الخميرة بتاعتك يبقى هتسيبيها 10 دقايق لحد ما تشوفي تفاعل الخميرة. بس انا الخميرة دي بشتغل بيها على طول فانا متأكدة منها. دلوقتي نزلت ب5 كوبايات من الدقيق، المج بتاع الشاي. لو انت هتوزنيها يبقى 590 جرام. كمان هنضيف عليه معلقة صغيرة من الملح. وهبدأ اعجن كده لمدة 10 دقايق. عايزين عجينة يكون ملمسها ناعم، وكمان تكون العجينة بتاعتك طرية كده ومش بتلزق. طبعا انا هفصل الكاميرا وهعجن فيها لمدة 10 دقايق وهنرجع نشوفها تاني مع بعض. كنت نسيت اضيف معلقة من الخل، فهنرجع نضيف معلقة من الخل. الخل محسن طبيعي جميل جدا. وخلاص كده دلوقتي هعجن فيها لمدة 10 دقايق وهنرجع تاني نشوفها مع بعض. وخلاص كده بعد ما عجنتها لمدة 10 دقايق دلوقتي هنضيف باقي كمية الزيت اللي احنا كنا محتفظين بيها من الاول. وهشرب الزيت كويس جدا في العجينة. دايما يا بنات في المعجنات تخلي العجينة بتاعتك كده تكون طرية، ما تبقاش تقيلة عشان المعجنات ما تطلعش معاكي مكتومة. وخلاص كده بعد ما شربت الزيت كويس جدا في العجينة، شايفين قوام العجينة ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك ملبن طريه بس مش بتلزق. دلوقتي هحطها في الطبق تاني وهسخن شويه ميه، هحطهم في طبق تحت البوله اللي فيها العجين وهسيبها لحد ما تختمر. خدت معايا حوالي نص ساعه. على ما العجينه طبعا تختمر هنجهز الحشو. اي نوع جبنه انت عايزه تستخدميه سواء دومتي او فيتا، اللي انت عايزه تستخدميه براحتك مفيش مشكله. ضفت عليه معلقه كبيره من الزعتر وجربي الحشو ده تحفه. كنت عملتها برضو في نوع من الفطاير قبل كده عجبت اولادي جدا، فانا النهارده عملتها لهم تاني بس بطريقه تشكيل مختلفه. ان شاء الله كده تجربيها وهتعجبك جدا. دلوقتي خلاص العجينه اختمرت، شايفين العجينه ما شاء الله ملمسها جميل جدا. دلوقتي هنبدا نقطع العجينه دي على 16 كوره. هنخرج بس الهواء منها كده الاول وهنلفها رول وهنبدا نقطعها على 16 كوره. شايفين كده حجم الكوره كده مناسب جدا. وكمان شايفين قوام العجينه ما شاء الله اللهم بارك ملبن في ايدك. الفطائر دي يا بنات تقدري تحشيها اي نوع حشو انت عايزاه زي ما قلت لك، جبنه او ممكن كمان تحشيها عجوه. تقدري تحشيها شاورما، اي نوع انت عايزه تحشيه في الفطائر دي هتمشي معاك وهتبقى جميله جدا. خلاص كده بعد ما قطعتهم سبتهم استريحوا كده حوالي 3 دقايق. وبعد كده هنبدا نشكلها. هنفردها كده الاول بايدنا وبعد كده بالنشابه هنفردها على شكل دايره. شايفين ما شاء الله بتتفرد معاكي بكل سهوله من غير ما نحط زيت ولا دقيق ولا اي حاجه. العجينه عايزه اقول لك تحفه، ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا. هناخد كده معلقه من حشوه الجبنه بالزعتر وهنفردها كده في النص. وهنبدا نقفل العجينه كده على شكل ظرف. كده هتاخدي كل طرفين بالطريقه دي وكده وتلزقيهم في بعض. وهنقفلها في النص بالشكل ده عشان حشوه الجبنه ما تخرجش منها. وهناخد الاطراف هنتنيها كده لجوه. حاولي تقفليها كويس جدا عشان الجبنه ما تسحش منها اثناء التسويه.
وخلاص كده اديتنا الشكل التحفه اللي انت شايفاه ده. اللهم بارك. بعد التسويه هتبقى جميله جدا. عندي صاج مدهون دهنه خفيفه من الزيت هرصها فيه، وهنعمل واحده كمان مع بعض. هناخد كوره كده وهنفردها على شكل دايره، وهناخد معلقه من الحشو هنوزعها. اتمنى لو وصلت لحد هنا في الفيديو يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هناخد كده كل طرفين كده ونقفلهم مع بعض، وكمان هنقفل في النص كده كويس جدا. وبعد كده هناخد الاطراف دي هنشدها كده شده خفيفه، وبعد كده هنتنيها لجوه. شايفين؟ شده بسيطه كده، وبعد كده هتتنيها على جوه. هتديك الشكل التحفه اللي انت شفتيه معايا في اول الفيديو. بايدك كده حاولي تسويها. شايفين شكلها ما شاء الله اللهم بارك تحفه. وخلاص كده هخلص الكميه كلها وهنرجع نشوف هنعمل فيها ايه. دلوقتي خلاص بعد ما خلصت كل الكميه اللي عندي هغطيها واحطها في مكان دافي وهسيبها لحد ما تختمر وحجمها يتضاعف، وبعد كده نرجع نشوف هنسويها ازاي. وخلاص كده بعد ما اختمرت، النهارده مش حابه استخدم في الوصفه لا بيض ولا حليب، فانا هجيب كده بخه ميه عاديه جدا من الحنفيه معلهاش اي اضافات بالبخاخه، وهديها رشه بسيطه كده جدا. وبعد كده هنجيب حبه البركه وهنحطها عليها بالشكل ده، وكمان هنستخدم سمسم. بعد ما تحط كده حبه البركه والسمسم كده حاولي كده بصباعك تضغطي على السمسم وحبه البركه عشان تلزق في الفطائر، وكمان بعد التسويه ما تقعش منها. عايزه اقولك ان شاء الله كده هتثبت معاكي ومفيش حاجه هتقع منها نهائي، وهتشوفيها معايا في نهايه الفيديو. وهدخلها الفرن على رف اوسط لمده 20 دقيقه. خدت 10 دقايق الفرن كانت شغاله من تحت، وبعد كده شغلت لها الشوايه لمده 10 دقايق، وهتخرج معانا بالجمال والحلاوه اللي انت هتشوفيها دي. شايفين شكلها من قبل التسويه ما شاء الله اللهم بارك، شكلها روعه. طريقه التشكيل كمان جميله جدا، سهله وبسيطه ما خدتش مننا وقت. يلا بينا ندخلها الفرن ونرجع نشوفها تاني مع بعض. شايفين بعد ما سويتها ما شاء الله اللهم بارك روعه. بعد ما طلعت من الفرن كده اديتها بخه ميه خفيفه جدا وغطيتها لمده 3 دقايق بالظبط. كانت بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي، اسفنجيه جدا هشه طعمها وريحتها عايزه اقول لك روعه. شايفين كمان من جوه الحشوه والفطائر ما شاء الله هشه جدا واسفنجيه. كمان ريحه الزعتر مع الجبنه اللهم بارك روعه. اتمنى ان شاء الله تجربيها وتقولي لي رايك فيها ايه. ويا ريت لو الفيديو عجبك لايك كتير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفه ما شاء الله التسويه جميله جدا. كمان الفطائر من جوه الحشوه متوزعه حلوه قوي. شايفين ما شاء الله هشه جدا. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت من الفيديو. يا ريت لو استفدت تدعميني باللايك والاشتراك، واشوفك في فيديو جديد ومع السلامه.